تعالوا بقى اقول لكم على 4 تكات تطلع معاكي المكرونه الاسباجيتي بالصلصه بتاعتها زي بتاعه المطاعم والفنادق واللي بناكلها بره في اي مكان. اول حاجه معانا نواه البصل وثوم، ومعايا ملح وفلفل مكعب مرقه، ومعلقه صلصه طماطم، ومعايا زبده وزيت، او لو معايا معلقه سمنه او ماده دهنيه واحده حتى لو زيت بس، ومعايا نواه الميه اللي هنسلق فيها المكرونه الاسباجيتي بتاعتنا، ومعانا عصير طماطم مضروب ومتصفي كويس قوي من القشره بتاعته. يا اما هنضرب الطماطم ونصفيها، يا اما هنقشر الطماطم وبعد كده نضربها، المهم ما يكونش فيها قشر طماطم. اول حاجه قشر الطماطم بيتعب وبيعمل عسر هضمي، وتاني حاجه بتبقى اخف لما بنشيل منها قشره الطماطم. وانا من الناس اللي بتفضل ان الصلصه تبقى خفيفه، ما تضايقش، وكمان ما تجيش حاجه في بقي وانا باكل تضايقني وقت الاكل. عندي نوت بقى معلقه الزيت وشويه الزبده اللي حطيتهم دول، حمرت فيهم البصل بتاعي والثوم، يا دوبك شوحتهم، يا دوبك بقى لونهم ابيض.